وحشتوني احلى اخواتي، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يفرح قلبكم ويسعدكم ويكبر بخاطركم يا رب. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والتفاؤل وراحه البال. في المنظر الجميل ده الواحد يصحى الصبح كده على المنظر الجميل ده، يا لهوي يا سيدي على الجمال. الواحد والله ما عايز يمشي بالمنظر التحفه ده. شايفين السما صافيه ازاي كده، والميه وحاجه، والهوا ما اقولكمش. يعني لو التليفون فيه ميزه يعني يوصل لكم الهوا يا لهوي حاجه كده ترد الروح. ربنا يديمها كده يا رب علينا. اليوم كان يعني هوا حلو كده وفي نسمة حلوة والمية، بس النهاردة مش هننزل البحر. النهاردة هنقضي يعني اليوم بره كده او نص اليوم بره. حبيت اعيشكم اليوم كده من اوله، من ساعة ما قمنا. دلوقتي الساعة 7 أو 8. طب ازاي المنظر ده؟ الناس هنا بينزلوا من الساعة 6 5. يعني احنا لما بنروح البحر بنصحى من النوم الساعة 6، قبل ما نلم حاجتنا بننزل على الساعة 8. ننزل الشط الساعة 8، على الساعة 11 بنكون خلاص طلعنا. بنستمتع كام ساعة الصبحية، بيبقى الجو هادي كده وفي نسمة حلوة والمية سخنة ومبقاش فيه زحام. هنعيش مع بعض الأيام دي، هتشوفوا مع بعض الأيام الجايين إن شاء الله واحدة واحدة كده مع بعض. النهارده كده هنروح زي ما قلت لكم، يعني هنقضي بره اليوم. حبيت كده اعيشكم من ساعه الصبحيه، كانت الساعه كده 7:30 8. يلا بينا كده نروح نحضر حاجتنا بقى اللي هناخدها مع بعض. طبعا شنطه البيبي، الميه بقى والبيبرونه والحاجات دي. وعملت الترمس ده فيه شاي، واخدت كمان كوبايات شاي البلاستيك وكوبايات ميه، واخدنا كمان الاكل. عملت طبعا اكل عشان المكان اللي هنروحه برضو ما فيهوش يعني اكل وكده. خدت يعني الاكل معانا وكده. عملت بطاطس وعملت كفته وصدق، بس قسمته على طبقين عشان يعني ايه الطبقه صغيره وكده. قسمته على طبقين، وهناخد معانا شيبسي وبيبسي، وهناخد بقى حاجتنا وتسالي وكده، وهناخد حاجتنا ويلا بينا نروح نشوف هنروح فين مع بعض. ونسيتي تعملي لي احلى لايك من ايدك، انزلي بسرعه بسرعه اعملي لي احلى لايك من ايدك. ولو انتي بتتفرجي عليا ولسه ما اشتركتيش في القناه، انا قناه ام البنات البسيطه. قناتي بسيطه جدا جدا، يعني بصوا زي اي بيتك تحسيه كده. تفتحي قناتي بتلاقي بيتك كده. انا من اسوان. اعملي لي احلى اشتراك عشان عيلتي التانية تكبر بيكي قلب اختك. خلاص نزلنا بقى، وادي المكان اللي هنروحه حديقة الحيوانات تحفة. هنعيش اليوم كده مع بعض من اوله. يلا بينا نشوف المكان الجميل. شايفين الجمال ده؟ اول دخلة النزهة او حديقة الحيوانات زي ما انتوا بتقولوا عليها. ده اول الدخلة كده في المكان ده، البط كده والمية وادي البيوت بتاعته. منظر روعة، ومع الشجر مع السما صافية، وكان في نسمة هوا حلوة. الحمد لله قضيناه على خير. انا النهارده حبيت يعني اخد لكم جولة كده في المكان كله، ونشوف بقى المكان الجميل. احنا بنحب نروح عشان طبعا الاولاد وكده، فرحة بقى وكده. هنا بقى الغزلان، وزي ما انتم شايفين كده. تتفرج عليا على الفيسبوك اعملي لي احلى طبعا من ايدك عشان الصفحه تكبر شويه بقى. احنا لينا مده كده صفحه الفيسبوك يعني ناسيينها وكده. لا اعملي لي احلى متابعه من ايدك، واعملي لي احلى لايك للفيديو. اللوحة دي فيها كل حاجة عنه، موسم التزاوج وفترة الحمل والفطام والتغذية وسن البلوغ ورعاية المولود، كل حاجة عنه. ده الجمل. انا حبيت اعيشكم كل حاجة على الطبيعة، بس كان نفسي يبقى فيه صوت الطبيعة بس عشان الاولاد بتتكلم وكده. هنا في مسجد. حديقة الحيوانات واسعة جدا، فيها مسجد وحمامات، بس للاسف ما فيش يعني حد بيبيع اكل، عشان كده يعني بنجيب اكل معانا احنا وجايين. هنا برضو نعام افريقي، برضو في كل حاجة عنه، كل حاجة يعني تعرفي عليه كل حاجة. كنت عايزه اسيب بصوته، بس زي ما قلت لكم البنات بتتكلم وبرد عليهم وبنحكي. ما حبيتش اقيدهم اقول لهم اسكتوا عشان بصور، لا حبيت يعيشوا براحتهم اليوم عشان احنا جايين عشانهم. هنا كده يعني منظر جميل. القطه قاعده تحت الشجره على جنب عشان حته ضليله كده. وهنا مكان الاسود، بس الاسود مش قاعدين يعني. هنا كمان تقريبا غزلان او مش عارفه يعني هنشوف مع بعض. هنا اهو مش عارفه ده ايه تقريبا، اللي عارف يقول المكان بتاعهم. وده كده البيت اللي بخش جواه. كل حاجه حبيت اعيشكم حاجه زي ما انا شفت استمتعت. المنظر احنا بنروحها كل سنه ما بنيجي، بس كل سنه ما بنيجي يعني ليها زهوه كده، ونحب نروح عشان الاولاد. احنا بنروح عشان الاولاد. هنا بقى كده البيوت بتاعت
الاسود وكده زي ما انتم شايفين بقى. حبيت اوريكم قفص هنا كده ده رايح جاي مش عارفه بيحوم على ايه، شايف بقى الناس حواليه وبيحوم عليهم، يعني ربنا يستر. وهنا ده كده قاعد ايه بيتفرج على الناس ايه في ليه بيتفرجوا عليا بيصوروني. وهنا ده كده شبل كان نايم، ده فرهد كانوا مطلعينه الناس بيصوروا معاه وكده، فرهد من الناس ومن الجو وفرفر نام. هي دي الصاله اسمها صاله السباع اللي احنا كنا دلوقتي فيها. هي مواعيد بقى الدخول والانصراف. وهنا كده كل حته انت بتروحيها في المكان ده رسم حنه، فيه رسومات للاطفال الحاجات دي. هنا كده فاص تاني عشان اسود بقى، في جوه صاله السباع وفي بره يعني اتنين. انا حته في جنينه الحيوانات او النزهه صورتها لكم حته. هنا برضو في مكان تاني، هنا الرسومات بقى الاطفال الحنه عشان الفرحه بقى الاولاد وكده. هنا كده مش عارفه نعام تقريبا، بكون ده بكون اهو. هوريكم شكله كده عن قريب. ده شكله اسمه راكون اهو، راكون وفي كل حاجة عنه اهو، شايفينه اهو اللي بقرب لكم عليه. انا بعمل لكم زوم على الحاجة عشان ممكن ما تشوفهاش من بعيد، بقرب لكم صورته او شكله يعني. معلش لو في صوت دوشة وكده، طبعا انتوا عارفين بقى مصيف واللمة وكده، ربنا يديم علينا اللمة الحلوة يا رب. هنا بقى البغبغاء شايفين منظره كده تحفة كده، هما الاتنين مع بعض. هنا كده استوديو كده حابة تصوري وكده. هنا بقى القرود المقردة شايفين بينط ازاي. حبيت بصوا اوضح لكم كل حاجة. شايفين متعة يعني. انا كبيرة وكده بس للاطفال متعة. اهو اسمه سوداني، مش عارفة ايه سوداني، بس هو يعني قرد مش نسناس. هوريكم النسناس، في اختلاف بين القرد والنسناس في الشكل. هوريكم النسناس قدام، ده قرود تمام كده. هنا بقى في قرد اهو، دي اللي هي اللي بتاكل، دي اللي بتبعد ايديها، اللي بيشدها من جسمها، ده قرد. ودي ومدخله ابنها او بنتها جوه صدرها. اللي هوضح لكم هنا هعمل لكم علامه مش واضح القرد الصغنن اهو، اللي انا بعمل لكم عليه دايره وسهم، ده قرد كده مدخلاه في الجيب بتاع صدرها عشان تحميه يعني، عشان تتحرك بيه. هنا برضو فستان بتاعت القرود انواع بقى وكده. ده النسناس بقى اهو، ده النسناس. بحاول هنا اوضح لكم الصوره بس من الايه يعني، ودى وشه الناحيه التانية اهو نسناس. هوريكم هنا شكله في اختلاف عن القرد. بصوا شكل النسناس في اختلاف عن القرد. النهارده يومي ينال اعجابكم، حبيت كده اعيشكم لو جزء بسيط من يومي، اشارككم يومي والاماكن اللي بروحها يعني الحاجات الحلوة اللي بشوفها. يا رب يعني يكون الفيديوهات تبقى خفيفة على قلبكم وتنال اعجابكم. بصوا هنا بقى ده الجبلية بتاعتهم. هنا بقى بصوا الشجر مع السما كده، تحسوا منظر صورة يعني، تحسوها صورة كده، لكن ده المنظر الطبيعي حلو كده يعني حاجة ترد الروح. قاعدين هنا على جنب عشان خاطر يعني الضليلة بتاعت الشجر مضللة عليهم، وفي نفس الوقت الناس بترمي لهم حاجات، عشان كده قاعدين تحت الصورة على طول. ده البيوت بتاعتهم كده اللي بيدخلوا فيها. شايفين بقى المنظر تحفة، منظر مع السماء والشجر حاجة كده ترد الروح. شايفين هنا بقى اللي قاعد بقى، وكل واحد بصوا منسجم مع نفسه، كل واحد بيعمل له حاجة. هنا بقرب لكم، بحاول اقرب لكم عشان تشوفوا معايا هنا في الحوض بتاع المية اللي بيشربوا منه. رب تكونوا مستمتعين زي ما انا يعني استمتعت. يعني زي ما قلت لكم احنا يعني دي للاطفال، بس بيبقى برضو حلو كده، مناظر حلوه برضو الاطفال يفرحوا، هي دي فرحتهم. ربنا يديم عليهم الفرحه ونقدر كده نبسطهم يا رب ونعيش كده ونبسطهم. هنا برضو في قاعدين هنا برضو تاني تحت الشجره اهي، تحت السور، عشان ضليله الشجره، والناس هنا بترمي لهم اكل. انا بشاور لكم هنا عشان قاعدين، عشان الناس بترمي لهم اكل. هنا بقى دخلنا على الالعاب، عشان طبعا البنات لازم ندخل نفرحهم كده بلعبه ولا اتنين كده يلعبوها. هنا كده حبيت اوريكم الالعاب اللي هنا. انا بحاول ما اجيبش حد عشان ما اضايقش حد، عشان الناس طبعا حواليا وزحمه، عشان ما اضايقش حد بالتصوير. هنا في النحله دي بنات ركبوها حلوه كده وجميله وما تخوفش يعني، بتاعت الاطفال. هنا نحله وقطر وهنا بتاعت الفيلة كده بتلف. هنا بقى العربيات الساقية، هنا في قطر، في كل لعب الأطفال اللي تتخيلوها. هنا كرسي كده بيتهز تقريبا. هنا برضو النطناطة، في كل حاجة. بعد ما البنات لعبوا تمام طلعنا برضو نكمل، لأن جنينة الحيوانات دي كبيرة،
كل ما بنمشي حبة نقعد تحت الشجرة كده في الظل، نقعد كده نستريح يعني ناخد نفسنا. هنا كده ايه بقى، دي بقى البجعة دي رفيعة كده وبقها طويل جدا. دي كانت هتبلع قطة، يعني قطة صغننة يا عيني، راحت اتلفتها وكانت هتبلعها لولا ما الراجل اللي قاعد راح فتح بقها، اللي هو يعني الحارس بتاعهم فتح بقها وشد القطة، بقها كبير جدا. وهنا بقى الفلامنكو زي ما انتم شايفين كده، اشكالهم حلوه جدا ومبهجه كده والوانهم مبهجه كده وتحفه تحفه مناظر تحفه. يعني يمكن التليفون كمان ظلم ومش عارفه اعيشكم كده الاجواء كلها عشان الجنينه كلها ناس وزحمه، عشان ما اضايقش حد بالتصوير، حد يتضايق حد يزعل وكده. هنا كده بقى السيد قشطه زي ما انتم شايفين، ده المكان اللي هو قاعد فيه، طبعا بيعيش في الميه زي ما انتم شايفين. هنا كان الناس ملمومه يعني حوالين وعايزين يشوفوه بقى لما يطلع، بس هو كان حالف ما يطلع قدام الناس ولا مش عارفه ابدا. يعني الراجل اللي قاعد بياكله زي ما انتم شايفين كده شغال يرمي له الاكل عشان يرفع راسه كده ويطلع راسه وياكل، ابدا مستحيل حالف ما يطلع ولا يشوف، يعني يشوف الناس ولا الناس يشوفوا، وقاعدين بقى الناس ملمومة عشان يشوفوه ابدا. يعني بصوا يعني يا دوبك الجزء البسيط دي وبعد كده هيغطس مش هيطلع تاني. مناظر جميلة. يا رب يعني تيجوا اللي بره مصر يزور مصر كده، مصر هتنور بيكم. مصر جميلة بناسها وأماكنها الجميلة. وانتوا طبعا ناس زي العسل تتشالوا على الراس، تيجوا تنوروا مصر. ربنا كده يديم المحبة بينا. شايفين المنظر الجميل اللي هو عايش فيه بقى، والمية والخضرة، حاجة كده ايه ترد الروح كده، حاجة تشرح كده. يعني نفسي تبقى كلكم تبقى موجودين معايا، تيجوا تنورونا ونشيركم فوق راسنا. ربنا كده يكرمكم يفرح قلبكم. شايفين هنا السمك بقى، او هو مش عارفه، هنا بقى شايفين بيتنفس. هنا كنا واقفين كلنا بقى عشان مستنينه انه يظهر الباشا، بس مش راضي ابدا، حالف ما يطلع ولا يوري شكله للناس. شايفين بقى المناظر الجميله. يعني على قد ما اقدر حبيت يعني اوريكم المناظر الجميله واعيشكم معايا اليوم على قد ما اقدر. بس انتوا عارفين الاماكن زي كده بيبقى زحمه بقى، واسكندريه زحمه جدا اليومين دول عشان مصيف زي ما انتوا عارفين. هنا كده في شجره حلوه كده شايفين طولها طويله، وبيمسكوها الناس وبتمرجحوا بيها. يعني هي مش خشب يعور، لا هي طريه زي ما انتوا شايفين. بصوا الناس بقى يوقفوا عيالهم يتمرجحوا، انها طريه كده عامله زي الاستيك تتمرجحي بيها. عايزه اعيشكم الاجواء معايا اكتر من كده، بس في اماكن ما بعرفش اصور فيها، بيبقى زحمه جدا، وممكن تلاقوني بصور جزء واجي اكمل الجزء التاني بيبقى في حد واقف. انتوا عارفين طبعا الوقت ده في اسكندريه زحمه جدا، وقت المصيف زحمه جدا. مش عارفه يعني اعيشكم معايا الاجواء كامله، معلش سامحوني. شايفين المناظر الجميله التحفه دي، قاعدين حواليه. يعني عندنا امل ان هو يظهر لنا، بس كان حالف اليوم ده انه ما يظهرش على الناس. ما حتى المدرب بتاعه قاعد ياكل فيه عشان يظهر، وهو ابدا حالف انه ما يطلع. بس يا دوبك طلع راسه، كرم منه يعني ومن اخلاقه بصراحه، طلع لنا راسه. سنانه السنه يعني الواحده بطولنا احنا، وبقه يا لهوي بقه منظره يخوف. انا حبيت اخد لكم لقطه، كان نفسي انه يطلع وكده، بس للاسف كان مش عايز يتكشف على ناس يعني. المهم بقى شايفين المنظر الجميل ده، رحنا بقى قعدنا في وشه كده في قعده حلوه كده زي ما انتم شايفين. المكان ده اللي هو البجعه، المكان ده كله للبجعه. هنا قعدنا بقى تحت الشجره الجميله دي في الطراوه، وبعد كده كملنا بقى ايه المسيره بتاعتنا. هناك الجنينه كل حته فيها تحتها يعني شجره وضله ومنظر حلو كده الواحد ياخد نفسه يعني. وهنا ده الضبع اهو، ضبع منقط، طبعا فتره الحمل والتزاوج وكل حاجه عنه. ودي تقريبا الدببة تقريبا هي. هنا كان عايز يأكله وكده، وهنا المية بتاعته بيشربوا. يعني بصوا حاجات حلوة كده وتفرح، بالذات الأطفال. يعني الواحد بيروح برضو عشان الأولاد وكده. بصوا الجمال، يعني حاجة حلوة كده برضو. شايفين الدب، هو الاولاد هنا قاعدين بقى عشان ايه بياكلوه. بس انا بحاول ان انا ما اظهرش يعني عيال حد ولا الناس، بس يعني ايه بحاول على قد ما اقدر يعني تشاركوني المناظر الحلوه والمكان الحلو ده. هنا تقريبا الديب تقريبا الدئابه وكده، الذئب يعني. شايفين منظره يخوف، منظره يخوف. وهنا بقى الدبة الكبيرة هتعمل هنا شوية كده حركات حلوة كده، يعني الأولاد اللي واقفين يتفرجوا عليهم فرحانين باللي هي بتعمله. شايفين الحركات
دبة بقى وكده اهي برضو ايه دب بني. واللوحة دي طبعا بتاعت التعارف بتاعتها يعني وكده زي ما انتوا شايفين حلوة بقى. والقعدة هناك حلوة، بتاخدي اليوم انتي والاولاد وتاخدي بقى اكلك وشرب كده وتستمتعي باليوم. ربنا كده يفرح قلبكم ويكبر بخاطركم يا رب. كل اللي نفسها في حاجة ربنا يحققها لها. حلوة القعدة هناك، تاخدي اكلك وشربك وتقضي اليوم هناك. حلوة القعدة هناك، لازم الواحد يعني يغير جو بدل قعدة البيت حتى لو مرة في الشهر، يعني غيري جو عشان تاخدي طاقة ايجابية وتطلعي الطاقة السلبية. هنا بقى النعام رقبته طويلة، وهنا كده الجمال. وشايفين انا بحاول على قد ما اقدر اوضح لكم الحاجة، يعني بعمل لكم زوم عشان اوضح لكم الحاجة. وزي ما انتوا شفتوا بقى الجمال. وهنا تقريبا الماعز تقريبا، بس ماعز بيبقى يعني انواع يعني النوع يعني. هنا ماعز ابيض، يا رب يكون اللوحة بتاعته صورتها في حاجات القفص بتاعه مش متعلق فيه يافطة او لوحة وكده. شايفين القرن بتاعه ده تقريبا الماعز، في ابيض وفي بني وفي اسود متشكل يعني زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى ايه على ما اظن تقريبا ده كلب البحر. هنا كان المدرب بيلعب معاه وبيعمل له حركات وهينط في الميه. كان هنا بقى زحمه جدا، الاولاد هنا كتير كله بيتفرج بقى عليه والمدرب بيلعب معاه. يعني على قد ما اقدر يعني اخدت لكم اللقطه دي. يا رب اكون يعني ايه شاركتكم حتى لو جزء بسيط من يومي، وتكونوا استمتعتوا معايا بالمناظر الجميله والقعده الحلوه دي. هنا ده تقريبا الغزال تقريبا. وهنا بقى ايه اهو غزال تاني وهنا مش عارفة ايه تقريبا مش موجود يعني هنا. وهنا حمام بقى وعصافير. وهنا بقى الحصان الصغير شايفين قاعد مع نفسه، مش هو في حاجة مزعلة، مش عارف ايه اللي مزعله، بيفكر في ايه، في حاجة مزعلة قاعد مع نفسه كده ومتضايق. هنا كده بقى الحصين، لو انتي معاكي الاولاد عايزة يركبوا حصان كده، وفي حصان كبيرة وحصان صغيرة عايز يلف كده بتديله مبلغ وهو يركب، يعني الراجل اللي هناك تديله مبلغ ويركب لك ابنك او بنتك الحصان ولفه. يعني فرحة الاولاد يعني ايه لازم كده تخرجهم يعني خروجة حلوة زي كده يعني من وقت للتاني عشان يعني قعدة البيت والكبتة وكده. حبيت اشارككم حتى لو جزء بسيط من يومي. يا رب النهارده اليوم ينال اعجابكم. استنوني بقى في فيديوهات جايه ان شاء الله حلوه وجامده. بس اهم حاجه لايكاتكم الجميله عشان تشجعوني نعمل فيديوهات احلى واحلى. ولو انت مش مشتركه في القناه انزلي بسرعه اشتركي في القناه واعملي لي احلى لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. كومنت قمر زي كده يا قلب اختك. استنوني بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتعجبكم. اسيبكم بقى في رعايه الله حفظ في فيديو جديد ويوم جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.